السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات، ولاد وبنات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض درس جديد من كتاب اللغة العربية، الكتاب المدرسي للصف الثاني الابتدائي، الترم الثاني عام 2024. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. من التراث المصري، فكر. نشاط. لاحظ تفاصيل الصور وارسم شكلها الآن. تفاصيل الصور: الصورة الأولى سيارة قديمة، تليفون قديم، تلفزيون برضو قديم، من التراث المصري القديم. طيب السيارة، وقال لاحظ الصور وارسم شكلها الآن. طبعا كل تلميذ هيرسم شكل كل الصورة دي كلها بنفس اللي عليه النهاردة، يعني بنفس الشكل الآن. طيب الصورة الأولى سيارة، هنرسم سيارة حديثة، وكل واحد على حسب تخيل الطفل. طيب هنا تليفون. طب التليفون هنا طبعا دلوقتي ما بقاش تليفون، بقى اسمه موبايل، يبقى هنرسم موبايل. تلفزيون، هنرسم هنا شاشة، ما بقاش تلفزيون أبيض واسود، بقى تلفزيون ملون وبقت شاشة كبيرة. طيب رقم 2، اقرأ واكتشف. نشاط ألف، سلك كل كلمة بمعناها. في المدرسة زارنا روائي وحكى لنا قصة. روائي يعني ايه؟ في المدرسة زارنا روائي. روائي يعني علامة ولا نوع من الصخور ولا كاتب قصص طويلة ولا اسم مميز ولا حاصل؟ في المدرسة زارنا روائي وحكى لنا قصة. روائي يعني كاتب قصص طويلة. روائي كاتب قصص طويلة. الفريق حائز على المركز الأول في البطولة. حائز هنا بمعنى ايه؟ علامة ولا إشارة ولا حائز يعني حاصل؟ الفريق حاصل على المركز الأول في البطولة، يبقى حائز هنا بمعنى حاصل، يبقى التانية بالأخيرة. التانية بالأخيرة. طيب رقم 3، هنا نوع من أنواع الصخور. يتم استخراج الجرانيت من جبال مصر، ده اسمه جرانيت. يتم استخراج الجرانيت من جبال مصر. الجرانيت هنا بمعنى ايه؟ نوع من الصخور الصلبة ولا اسم مميز؟ لا طبعا نوع من الصخور الصلبة، يبقى التالتة بالتانية. طيب هنا الأم هي رمز الحنان. رمز هنا بمعنى ايه؟ علامة أو إشارة ولا رمز هنا بمعنى اسم مميز؟ لا، رمز بمعنى علامة أو إشارة. طيب اللي بعدها، تناديني أمي بلقب مساعد الأسرة. تناديني أمي بلقب مساعد الأسرة. مساعد هنا بمعنى إيه؟ اسم مميز. يبقى في المدرسة زارنا روائي وحكى لنا قصة. الأولى بالتالتة، كاتب قصص طويلة. الروائي يعني كاتب قصص طويلة. الفريق حائز على المركز الأول في البطولة. حائز بمعنى حاصل، يبقى التانية بالأخيرة. يتم استخراج الجرانيت من جبال مصر. الجرانيت هنا بمعنى نوع من الصخور الصلبة. التالتة بالتانية. الأم هي رمز الحنان. رمز هنا بمعنى علامة أو إشارة. التالتة بالأولى. لا مش التالتة، دي الرابعة. الأم هي رمز الحنان، الرابعة بالأولى. وقلنا الجرانيت من الصخور الصلبة. التالتة بالتانية. تناديني أمي بلقب مساعد الأسرة. لقب هنا بمعنى اسم مميز. الأخيرة باللي قبل الأخير. درس اليوم من التراث المصري. نجيب محفوظ، محمود مختار، أم كلثوم. 3 شخصيات من التراث المصري. نجيب محفوظ روائي مصري. روائي يعني ايه؟ يعني كاتب قصص مصري، حائز على جائزة نوبل. حائز يعني حاصل. حاصل على جائزة نوبل أو أخذ يعني جائزة نوبل في ايه؟ في الأدب.
من أشهر أعماله الثلاثية، وهي من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. الشخصية التانية محمود مختار، فنان بارع، بارع يعني ماهر في النحت، وصاحب تمثال نهضة مصر. عمل تمثال سماه نهضة مصر، أشهر تمثال في مصر اسمه إيه؟ تمثال نهضة مصر. صنع هذا التمثال من الجرانيت. الجرانيت هنا بمعنى نوع من الصخور، ويعد رمزا لمصر الحديثة. رمز هنا بمعنى علامة. أم كلثوم هي أفضل مغنية في العصر الحديث، ولقبها كوكب الشرق. لقب هنا بمعنى اسمه مميز. غنت أناشيد وطنية كثيرة، ومن أغانيها إيه؟ مصر تتحدث عن نفسها. نشاط ب، ضع الاسم المناسب لكل جملة. محمود مختار، أم كلثوم، نجيب محفوظ. رقم 1، لقبت بكوكب الشرق. مين هي؟ أم كلثوم. طب رقم 2، فاز بجائزة نوبل في الأدب. مين هو اللي فاز بجائزة نوبل في الأدب؟ نجيب محفوظ. طيب رقم 3، نحت تمثال نهضة مصر. مين اللي عمل التمثال ده؟ محمود مختار. نشاط ج، أكمل بكلمات مناسبة رمزا روائيا لقبي حائزا. أنا ماجد وتناديني أمي بإيه كاتب العائلة؟ بلقب كاتب العائلة. أحب الكتابة وأكتب العديد من القصص، وأتمنى أن أكون إيه وحائز. أنا قلتها. أتمنى أن أكون روائيا وحائزا على جوائز كثيرة. يبقى أول نقطة روائيا، تاني نقطة حائزا على جوائز كثير. وتكون رواياتي نقط من رموز الكتابة في مصر. وتكون رواياتي نقط من رموز، يبقى رمزا من رموز الكتابة في مصر. نشاط ج، حان الآن وقت القراءة الجهرية. هيا اتبع تعليمات معلمك. كل تلميذ هيقرأ الدرس اللي هو من التراث المصري. نجيب محفوظ، محمود مختار، أم كلثوم. رقم 3، لاحظ واكتشف. نشاط اقرأ ولاحظ. الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى، أذهب إلى الحديقة صباحا. الصورة الثانية، أذهب إلى الحديقة ليلا. ما الفرق بين هذه الصورتين؟ الصورة الأولى طفل رايح للحديقة في الصبح، نفس الطفل رايح للحديقة بس بالليل. الفرق ان هنا في الصباح وهنا في المساء. طيب يعني ايه صباحا ويعني ايه مساء؟ احنا فاهمين، بس صباحا ومساء بتدل على ايه؟ بتدل على زمان ولا مكان؟ لا، بتدل على زمان. في الزمان بنقول صبح او ليل، صباحا او ليلا، صباحا أو مساء. هنا في الصورتين أو في الجملتين نفس الجملة، بس التغيير في التوقيت. أذهب إلى الحديقة، وهنا برضو أذهب إلى الحديقة. الصورة الأولى زي الصورة التانية. الفرق إن في الآخر هنا كتب صباحا وهنا ليلا. التوقيت هنا الصبح وهنا بالليل. طيب، أغسل يدي قبل الأكل، والصورة التانية أغسل يدي بعد الأكل. ما الفرق؟ أغسل يدي قبل الأكل يعني هنا الطفل ده بيغسل إيده قبل ما ياكل. طب في الصورة التانية بعد ما كل راح غسل إيده على طول. طب الفرق في إيه؟ في قبل وبعد. أغسل يدي نقط الأكل، أغسل يدي نقط الأكل هي. الفرق إن في هنا في الصورة الأولى قال قبل، والصورة التانية قال بعد. يبقى الفرق ده في إيه؟ في التوقيت. يبقى هنا بتدل على الزمان، قبل وبعد بتدل على الزمان. طب هنا قبل الأكل وهنا بعد الأكل في التوقيت أو الزمان. يبقى هنا الأربع كلمات بتدل على الزمان مش المكان. صباحا، ليلا، قبل، بعد. الكلمات الملونة بتدل على الزمان. الكلمة الأولى.
رقم 4 لاحظ وتعلم. نشاط ألف، اختر ظرف الزمان المناسب للجمل الآتية. خدنا ظرف الزمان في الصفحة اللي فاتت وقلنا إنها 4 حاجات: صباحا، مساء، قبل، بعد، أو صباحا، ليلا، قبل، بعد. 4 كلمات. رقم 1 تظهر الشمس في السماء. الشمس بتظهر امتى في السماء؟ صبح ولا ليل؟ صباحا، يبقى صباحا. طب رقم 2 اذهب الى الفصل نقط طابور الصباح. يعني انا بروح الفصل امتى؟ قبل طابور الصباح ولا بعد ما الطابور ما بيخلص؟ لا، بعد. يبقى اذهب الى الفصل بعد طابور الصباح، كلمة ثانية بعد. طب رقم 3 اتناول طعام العشاء. بتناول امتى العشاء؟ هل بتناوله في الصبح ولا بالليل؟ ليلا. رقم 4 تحكي لي أمي قصة. ايه النوم؟ تحكي لي أمي قصة قبل النوم ولا بعد النوم؟ يعني قبل ما انام بتحكي لي القصة ولا بعد ما اروح في النوم وخلاص انا نمت خلاص ماما بتحكي لي القصة؟ لا طبعا قبل، يبقى قبل النوم. طيب نشاط ب عبر عن كل صورة مستخدما الكلمتين الآتيتين صباحا وليلا. الصورة الأولى هعبر عنها بكلمة صباحا، والصورة الثانية هعبر عنها بكلمة ليلا. هنا الصورة الأولى التلميذ ده رايح المدرسة، مدرسة اهي وماسك الشنطة على ظهره. يبقى هقول ايه؟ أذهب إلى المدرسة صباحا. طيب هنا ممكن أقول أنام ليلا. أنا استخدمت ليلا، كلمتين 2 أنام ليلا. ممكن أقول كلام تاني؟ ممكن أقول مثلا أذهب إلى النوم ليلا، أو ممكن أقول أنام في فراشي ليلا. ممكن أقول حاجة كمان، أنام على سريري ليلا. طيب رقم 5 شارك. نشاط ألف احلم وارسم كيف ستؤثر في مستقبل مصر وشارك ذلك مع أصحابك. يعني إيه؟ كل تلميذ هيغمض عينه لدقيقة واحدة ويحلم إزاي هيؤثر في مستقبل مصر. مستقبل يعني إيه؟ بعد ما يكبر، يعني باجتهاده ونجاحه في كل امتحان في المدرسة والجامعة هيصبح مدرسا. هيرسم مثلا سبورة وهو ماسك القلم وبيشرح للتلاميذ في الفصل، فكده بيطلع أجيال هتؤثر في مستقبل مصر التاني، وهو برضو بيؤثر في مستقبل مصر بشرحه كمعلم. طيب ممكن ايه تاني؟ ممكن يكون دكتور طبيب، ان هو هيؤثر زي ما انا عامله كده ماسك حاطط السماعه على ودانه. هيؤثر في مستقبل مصر، هيصبح دكتور هيكشف على المرضى وهيشفيهم بايه؟ بالادويه. طيب ممكن يكون ايه تاني؟ ممكن يكون مهندس معماري، يعني هيبني بيوت عشان الناس تسكن فيها كمأوى. وممكن ايه؟ يرسم مهندس بيبني مستشفى عشان الناس تتعالج فيها، او مهندس يعني مستشفى، مدرسة الناس تتعلم فيها، بيوت الناس تسكن فيها. اي حاجة هو على حسب برضو الحلم او الحاجة اللي هو متخيلها التلميذ، يعني تؤثر في مستقبل مصر. طيب نشاط ب اكتب ما يملى عليك. هنكتب او التلميذ هيكتب غيبا بدون ان يشوف او يرى هذه الكلمات. هيكتب ايه؟ الشمس ساطعة فاصلة فذهبت للعب في حديقة بجوار منزلي. هيكتب ايه؟ الشمس ساطعة فاصلة فذهبت للعب في حديقة بجوار منزلي. نقطة. وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، واشوفكم على خير المرة القادمة. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.